بما اني ملكة الملوخية والمحشي، تعالوا اقول لكم على 5 اسرار هيطلعوا لكم ملوخية مظبوطة ما فيهاش غلطة، لان ما ينفعش ابدا تكونوا متابعيني وما بتعملوش ملوخية عالمية للتاريخ. بصوا بقى، اول حاجة ترتيب الشوربة بالنسبة لي، طبعا على القمة البط، بعد كده الفراخ، وبعد كده اللحمة، وانا مستحيل اعملها بالارانب بس هي بتبقى خطيرة بالارانب. تاني حاجة التوم مع الكزبرة في الهون بيبقى ليهم طعم تاني خالص غير الكبة. واهم سر بقى من اسرار ماما الله يرحمها في الملوخية، انها بتحط معلقة من التوم ده في الشوربة قبل ما نحط الملوخية، ونسيبها على نار هادية ربع ساعة، وبس الشوربة تغلي نروح منزلين الملوخيه. بصوا بقى، عشان تظبطوا مقدار الملوخيه نزلوا الملوخيه الاول وبعدين نزلوا عليها الشوربه تدريجيا لحد ما يظبط القوام معاكم، وبعدين نقلب الملوخيه مع الشوربه كده مع الثوم. وخدوا بالكم لو طلعت ريم لازم يتشال من على الوش كده، فانتوا حاولوا ما تقلبوهاش جامد. نعمل بقى الطشه معلقه من السمنه البلدي كبيره وحلوه كده، ننزل بقى بالثوم والكزبره في السمنه البلدي واستمتعوا بالريحه بقى، وقلبوا لحد ما تتحمر معاكم، وبعدين نروح نازلين عليها في الملوخيه ونطش. واهم حاجه الشهقه يا جماعه، او صراحه الاحسن ان انتوا تسموا الله وتصلوا على النبي، وبس كده تكون معاكم احلى ملوخيه خطيره ما فيهاش غلطه. هستنيكم تجربوها وتقولي لي رايكم. وطبعا الملوخيه ما ينفعش تغلي ولا تتغطى عشان ما تسقطش. وفضلا كل اللي يجربها ما ينساش ماما الله يرحمها في الدعاء. يلا باي باي.